انت عند بالك باللي راك حر، ولكن واش فكرتي مزيان في هاد الكلمه؟ كل قرار خديتيه اليوم، من القهوه اللي شربتي حتى لهاد الفيديو اللي كتفرج فيه دابا، تم التخطيط ليه هذه سنوات قبل. انت ماشي وسط الصدفه، انت وسط واحد الماكينه اللي عملاقه. التليفون ديالك يمكن شفتي اليوم 4 ديال السوايع كامله. امازون كتعرف شنو غتشري قبل ما تفكر فيه اصلا. وميتا كتعرف المزاج ديالك والحاله النفسيه ديالك قبل ما تحس بها نتايا. 3 ديال الرجال، 3 ديال الامبراطوريات: ايلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرغ، وانت في الوسط كتحرك بلا ما تعرف. في هذا الفيديو بالارقام والوقائع اللي ما كيبغيوكش تعرفها، غادي نوريك بالضبط كيفاش كيتحكموا في الوقت ديالك، في افكارك وحتى في المشاريع ديالك. وفي الاخر انت اللي غادي تقرر واش غتبقى لعبه في يديهم ولا حتى انت غتلعب القواعد. انا هنا ماشي باش نقول لك طفي تليفونك، انا هنا باش نفهمك اللعبه، حيت اللي كيفهم اللعبه حتى واحد ما يقدر يخدعو. نبداو بالراجل اللي كيمتلك الاخبار، الفضاء والطوموبيلات والادمغه ديالنا كاملين: ايلون ماسك. هاد الاسم ولا في كاع البلايص، من السماء حتى للتويته اللي كتقراها في الصباح. ماسك ماشي مجرد مستثمر، هو مهندس ديال الانتباه. منصه اكس اولا تويتر سابقا اليوم عندها 600 مليون مستخدم، ولكن الحقيقه اللي ما كيقولهاش ماسك هي ان الخوارزميه مبرمجه عن قصد باش توريك الحاجه اللي تعصبك. علاش؟ حيت الغضب هو اقوى شعور كيخليك تبقى وقت طويل في المنصه، والوقت ديالك في العرف ديال ماسك كيعني فلوس كتدخل لجيبو. فلوس كتدخل لجيبو. دراسه من ميت في 2018 تبتات ان الاخبار الكاذبه كتنتشر 6 ديال المرات اسرع من الحقيقه. 6 ديال المرات، حيت الكذبه مثيره، حيت الكذبه كتشعل المشاعر. ودابا شوف معايا ستارلينك، كاين اكثر من 5000 قمر صناعي في الفضاء دابا. ماسك ولا كيتحكم في الانترنت في اكثر من 100 دوله. في اوكرانيا في وسط حرب حقيقيه، ماسك قطع الانترنت على منطقه عسكريه بقرار شخصي منه هو. وتخيل معايا، راجل واحد بقرار واحد قدر يغير مسار حرب كامله. ولكن هذا الشيء كله كيبقى والو قدام تسلا ونيورالينك. الهدف الرسمي هو دمج الدماغ البشري بالذكاء الاصطناعي. هادشي ماشي خيال علمي ديال الافلام. في 2024 نيورالينك وضعت فعليا اول شريحه في دماغ انسان حقيقي لاول مره في التاريخ. والسؤال اللي خاصنا نسولو كاملين هو: شكون غادي يملك البيانات ديالك؟ اذا كانت هاد البيانات هي الافكار ديالك مباشره. ماسك ما كيبيعش لك طوموبيلات ولا خدمه ديال الانترنت، ماسك كيشري المستقبل ديالك قبل ما تعرف انت اصلا باللي راك كتبيعو. ولكن اذا كان ماسك باغي دماغ، فالرجل الثاني اللي غنهضر لك عليه دابا راه ديجا في بيتك، حرفيا راه كاين في بيتك: جيف بيزوس يمكن نسمح في الكرسي ديال الرئيس التنفيذي ديال امازون، ولكن الامبراطوريه اللي بناها باقا غادا وكتكبر، والصراع من اي وقت فات. هاد المره الخدعه ذكيه بزاف. امازون ما بقاتش غير كتبيع المنتجات، امازون ولات كتعلم. كل نقره كتنقرها، كل مره ترددتي فيها، اي حاجه خليتيها في السله وما شريتيهاش، امازون كتعرفها، كتحفظها وكتستخدمها ضدك في اللحظه المناسبه. خوارزميه التوصيه ديالهم كتولد 35% من اجمالي المبيعات. هذا الشيء كيعني ان وحده من كل 3 ديال المشتريات اللي كنشريو من تما ما كانتش في بالنا نهائيا وحنا داخلين الموقع. ولكن امازون كبر من مجرد موقع تجاره. كاينه خدمه سميتها AWS، امازون ويب سيرفيس. هاد الخدمه بوحدها هزت 33% من الانترنت العالمي. نتفليكس خدامه على سيرفرات امازون، اير بي ام بي على سيرفرات امازون، حتى اجزاء من سيرفرات الحكومه الامريكيه كل شيء عند امازون. اذا قررت امازون توقف هذه الخدمات لسبب معين، ثلث الانترنت في العالم كله غادي يسكت في دقيقه. وبطبيعه الحال عندنا اليكسا في الدار. هذه ماشي مساعده ذكيه، هذه جهاز استماع دائم وسط حياتك الشخصيه. امازون اعترفت رسميا انه كاين موظفون حقيقيون كيتصنتوا لتسجيلات المستخدمين بدعوه تحسين الخدمه. السؤال اللي كيطرح راسو براسو: شنو هما الحوايج اللي كتقولهم قدام اليكسا وانت عند بالك باللي راك بوحدك؟ برايم، كيندل، وول فودز، ام جيم، تويتش، يعني شي طلب ديال شي اكله درتيه، شي توصيل ديال شي دواء، وحتى الكاميرا اللي عندك في باب دارك. بيزوس ما كيبيعش منتجات، هو كيبني السجن وانت اللي كتطلب الساروت ديالو بيديك. ولكن الاخطر من بيزوس وماسك هو هذا الراجل الثالث، حيت هو ما كيبيعش لك منتج، هو كيبيعك انت. ملي كنقول كيبيعك انت كنقصد كيبيعك انت. مارك هو الاخطر بين هاد 3 كاملين.
علاش؟ حيت الامبراطوريه ديالو مبنيه كامله عليك انت هو المنتج اللي كيتباع في السوق في كل ثانيه. اكثر من 3 ديال المليار انسان على فيسبوك وانستغرام وواتساب، وكل نهار وبلا ما تحس كتعطي لشركه ميتا كل شيء، وجهك من خلال تقنيه فيس ريكونيشن، الموقع الجغرافي ديالك الدقيق، علاقاتك، شكون صحابك، شكون عائلتك، كتعطيهم الاراء ديالك السياسيه والدينيه، تصاورك ورسائل ديالك الخاصه، وحتى شنو كتقلب عليه في بيتك وانت ساد عليك الباب. يا سيدي هادشي كامل كتعطيه الميتا وانت ما عارف والو. في عام 2021 خرجت موظفه سابقه في ميتا بلا ما نذكروا سميتها وسربات وثائق داخليه سريه للصحافه. هاد الوثائق كشفات واحد الحقيقه اللي مرعبه. شركه ميتا كانت عارفه وبالادله ان انستغرام كيضر بالصحه النفسيه للمراهقات، وعارفه انه كيزيد من معدلات القلق والاكتئاب، ومع ذلك زوكربيرغ اختار يستمر في نفس النهج. علاش؟ حيت المشاركه، التفاعل والربح اهم من صحه البشر. بطبيعه الحال ما نساوش الانتخابات ديال 2016 في امريكان، ملي تكتشف ان الشركات كامبريدج أناليتيكا استخدمات بيانات 87 مليون مستخدم على الفيسبوك، وما استخدموهاش باش يرسلوا اعلانات ديال السراوال ولا الماكله، استخدموها باش يشكلوا قناعات سياسيه ديال الناس. هذا ما بقاش غير تاثير للراي العام، هذا ولا تلاعب بالهويه. شكون انت؟ فاش كتامن؟ ولمن غادي تصوت؟ كلشي ولا مبرمج. واللي جاي يكفس الميتافيرس، عالم رقمي كامل غادي يملكو زوكربيرغ، عالم اللي غادي تعيش فيه وتخدم فيه وتلعب فيه، وتماك حتى الطريقه باش كتمشى ولا الحركات ديال يديك غادي تولي بيانات للبيع. بلاتي واحد الدقيقه، هاد 3 اللي هضرنا عليهم ماشي بالضروره اشرار، هما رجال اعمال استثنائيين كيعرفوا يلعبوا اللعبه في اعلى المستويات ديال الذكاء. المشكله ماشي فيهم هما، المشكله هي ان الاغلبيه ديالنا ما عارفينش اصلا باللي راه حنا في وسط واحد اللعبه. واجي دابا نعطيك 3 ديال الخطوات اللي عمليه باش تسترجع السيطره. الخطوه الاولى، فهم ان كل خوارزميه باغا وقتك، قرر انت فوقاش تعطيها هذا الوقت وفوقاش تاخذه لراسك. ثانيا، ما تثيقش في اي محتوى كيعصبك في البلاصه، حيت الغضب هو الباب اللي كيدخلوا منه باش يتلاعبوا بيك، وهذه دراسات علميه ماشي غير هضره. ثالثا، المعرفه ديالك بهاد الالعاب هي الدرع القوي ديالك. الشخص الواعي كيكون صعيب بزاف تبرمجو. الحقيقه اللي ما كيبغيوكش تعرفها هي انهم هما اللي محتاجين ليك اكثر من اللي انت محتاج ليهم. بلا ما تنتبه، بلا وقتك وبلا بيانات ديالك، هاد الامبراطوريات كامله تقدر تنهار في نهار واحد. ودابا الا وصلتي لهاد اللحظه في هاد الفيديو فانت من الناس القلال بزاف، القله اللي بغات تفهم العالم كيف داير. ما تنساش تبارطاجي هاد الفيديو مع شي واحد عزيز عليك، حيت الوعي هو اغلى هديه تقدر تعطيها ليه.